الصوص مال المحمرة اللي استخدمها بالمعجنات او بال يعني فطائر. فعندي هنا فلفل احمر، راح ابدي اشيل الفلفل عن البذور. حطيت انا بالقلاية الهوائية كان يعني حب من او فص من الثوم، راح اشوي وياهم على مود النكهة وابدأ اخليهم بهذه الطريقة. تقدرون تشووهم بالفرن مو بالقلاية. زيت الزيتون، رشة من الملح، ادخلها ويا القلاية واشغلها. بعدها هسه من القلاية الهوائية تشوفون شلون صارت. احنا نريدها بهذا الشكل مشوية. هسه بعد ما شوية بردوا راح نبلش انه نطلع القشر عن الفلفل. بسهولة راح ينشال وياكم، تشوفون شلون هيجي نشيل القشر. صار عندي جاهز، أنا حطيته هنا على مود نضربه بالخلاط. الفلفل الأحمر ويا الثوم أوكي مقشر وجاهز. راح نحتاج شنو نخلي عليه؟ البقسماط، بس أنا ما عندي، أو أي كعك يابس عندكم. بهذه الطريقة كله راح ينضرب بالخلاط. خلي وياه كمية من الجوز لأن هو أساسي بالمحمرة بهذا الشكل. عليه خاشوقة من الراشي اللي هو الطحينية. راح أضيف عليه كمية من الزيت الزيتون، دبس الرمان شوية، ليهم ملح وكمون. أنا ملعقة من معجون الفلفل هذا الحار جبته من أورفا لما رحت، ينطيني نكهة ما عندكم عادي. أسوي لها ميكس هيجي. بعد شلون صارت عندي ما شاء الله، صارت عندي ناعمة وتخبل ريحتها تشهي. هذه الوصفة إن شاء الله بشهر رمضان ما راح تستغنون عنها. تقدرون تستخدموها بالفطاير، تقدرون تسووها مثل التغميسة، يعني شلون الحمص بطحينة بهاي الطريقة. كلش كلش لذيذة، لازم تجربوها. عليها شوية حبات من الجوز بهذه الطريقة، وأكيد نخلي عليها زيت الزيتون. تفوز المحمرة هذه، تفوز خلاص. هذه برمضان ثابتة بالصفرة، تجنن كلش طيبة. جربوها واحفظوا الوصفة، راح اخلي لكم اياها على اليوتيوب هم حنا ما ترجعوا لها. بس المحمرة اطيب من هيج ماكو، تخبل.